وعشان احنا اطباء عادة بنميل كثيرا الى ان نستغل الفرص ونستفيد منها في التعلم والاستزادة من المناحي المختلفة للتعليم. فكنت في مرحلة ما منذ حوالي 30 عاما يعني اتواجد في المستشفى على مدار الساعة لفترة الامتياز وتعلم واستقبال العديد من الحالات. فقدمت الي حالة لاصدقاء او شقيقة لصديق او جار، فطلب مني أن نجري جراحة قيصرية لأخته. فقلت له يعني الحالة ما تستدعيش الأول، بس نشوف لو لم تفلح الولادة الطبيعية ممكن نلجأ إلى العملية القيصرية. هو مصر، وكان مبررات أخته ومبررات العيلة إن أختها لما كانت بتولد المرة اللي فاتت البيبي مات، ويعني إحنا عايزين ولادة قيصرية أو عملية قيصرية، لأن اسمها عملية وليست ولادة، عملية قيصرية حفاظا على يعني سلامة البيبي وما إلى ذلك. فكان الخيار هنا أو إصراري تحديدا أن ننتظر ويعني لحين التأكد من عدم نجاح الولادة الطبيعية، عندها ربما نشفت أو نلجأ إلى العملية القيصرية. وبعد انتظار بعض الساعات يعني أكرمنا المولى سبحانه وتعالى، والست وضعت ولادة يعني طبيعية بزيوت خفيف. وهم ماشيين وخارجين من المستشفى فأنا بقارن لهم بين موقفين، بين يعني لو كانت الست دي أجريت لها الولاء أو العملية القيصرية تبعاتها وتأثيراتها عليها هتقعد كام يوم تعبانة، والجرح شكله ايه، والبيبي هيبقى ظروفه ايه، واشياء من هذا القبيل. والمقارنة الثانية انه وهي ماشية وخارجة من المستشفى بعد بضع ساعات من الولادة وماشية على رجليها ومروحة، والست يعني رضعت البيبي بتاعها والدنيا كويسة. دي المقارنة دي لما بعرضها وبحكيها لحضراتكم يصدمنا الواقع الحالي بازدياد معدلات العمليات القيصرية في مصر لدرجة لافتة للنظر. وقعدنا نفسر ونحلل هو ليه وليه وليه وليه، والناس كتير قالت والله ده بناء على رغبة الطبيب عشان الجزء الربحي والمادي، وده يعني طبعا ده يعني نقر ونؤكد عليه رغم يعني على انني طبيب، لكن هي حالات فرديه ربما تكون متواجده، ربما يعني بناء على رغبه الزوج عايز يعني الدنيا تبقى كويسه في حاله الولادة القيصرية أفضل من الولادة الطبيعية، ربما للسيدة عشان ما تعيش آلام ومخاض الولادة، أو عايزة تختار يوم معين لتاريخ معين عشان تولد فيه عشان يتناسب مع تاريخ ميلاد ما أعرفش إيه. الحسابات الغريبة دي أفرزت لينا أطفال مبتسرين، فأضحت الحاجة إلى وجود حضانات أكثر من اللازم، وجود مشكلات متعلقة بالرضاعة الطبيعية أو عدم إتمامها، واللجوء إلى الألبان الصناعية أيضا من المشكلات العديدة المختلفة. في كثير من الدول العالم هناك مساءلة للحالة التي تجرى لها عملية قيصرية، لماذا أجريت هذه العملية وما هي الدواعي الطبية لإجراء تلك العملية. عندنا في مصر هناك الكثير من المجهودات يعني بدأت تؤتي ثمارها بالحد من العمليات القيصرية بطريقة أو بأخرى، والأمل يحدون أن تكون هناك وعي مجتمعي. أنا في بعض الأحيان ترد إلي يعني سيدات من إفريقيا، من جزر القمر ومن جنوب السودان، من تشاد، من غيرها، ولما بشوف الحالات وبناظرها وبتكلم معاها بلاقي ان بكل السيدات انا لم تصادفني سيده افريقيه قدمت الي يعني اجريت لها عمليه قيصريه، كلهم ولادات طبيعيه. هي دعوه ايها السادات والساده الى ان نغلب منظور وفكره الولاده الطبيعيه، وعند الضروره القصوى التي يقرها الطب والحاجه التي تستدعي ربما يلجأ الطبيب يعني علميا إلى العملية القيصرية. أيها السادة والسادة، الولادة الطبيعية من اسمها تماثل كل الولادات لكل الثدييات، فيها الأمن وفيها السلام للاثنين، للأصل وهو الأم، وللفرع وهو الوليد أو الجنين أو الطفل أو الطفلة، وكذلك سلامتهم النفسية والجسمانية. دمتم بخير وإلى اللقاء.